رد في اسرع وقت ممكن، واطلب رايه في اللي بتنفذه بشكل دوري، ووقف الكريتيكال اكشنز على موافقته، اديله ميعاد تسليم وسلم قبل الميعاد، قدم اقتراحات تكون مناسبه لوضع البروجكت وتكون مخصوصه للبروجكت ده، تابع تنفيذ الحاجات اللي نفذتها واساله دايما عن رايه في الاداء، وخليك على تواصل بعد انتهاء المشروع. كل النقط اللي اتكلمت فيها هي دي بالظبط اللي هتقدر تخليك تبني ثقه بينك وبين العميل وانت شغال ايا كان الشغل اللي بتشتغله، بالذات لو شغال فريلانسر. وبالتالي لو قدرت تطبق النقط اللي اتكلمت فيها دي بشكل مظبوط لكل بروجكت مع كل عميل، بالاضافه للكور بزنس اللي بتقدمها تكون فعلا هي اللي محتاجها الكلاينت، هتقدر مع الوقت انك تبني ثقه مع الكلاينت اللي شغال معاه. ولو انت شغال فريلانسر هتلاقي نفسك مع الوقت بتقدر ان انت تاخد بروجكت او تشتغل مع كلاينت لمده سنه، سنتين، 3 سنين او اكتر. ده كان هنت بسيط عن اللي انت ممكن تعمله علشان تبني ثقه مع الكلاينت وتشتغلوا مع بعض لفتره طويله لو انت شغال فريلانسر، او تقدر تطبق نفس المفهوم على اي نوع بزنس تاني علشان تقدر تحقق ثقه بينك وبين كلاينت وتشتغلوا مع بعض لفتره طويله. ولكن ده مش كل حاجه من اللي احنا قلناها في كورس ابورك. تقدر تعرف اكتر من كده وتتعلم ازاي تكون فريلانسر ناجح على واحد من اهم منصات الفريلانسنج اونلاين وهو موقع ابورك. تقدر تاخد الكورس دلوقتي من على الويب سايت.